السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين والمشاهدات في برنامجنا من هنا نبدأ. حلقتنا اليوم إن شاء الله تكملة لموضوعنا القواعد الذهبية في تربية الأبناء. يمكن تحدثنا على مدار 4 حلقات، تناولنا جوانب هامة. اليوم نكمل في موضوع في قاعدة أخرى اللي هي الاتفاق على نهج تربوي بين الوالدين. ويمكن يعني نحن يعني نلاحظ إذا كنا نحن حتى في مؤسساتنا، أيا كانت مؤسسة تربوية مؤسسة اقتصادية، إذا كان أصحاب الشركة مدير المدرسة إذا لم يتفقوا على نهج واحد، إذا لم تكن في سياسة واضحة، إذا لم يكن منهج واحد لهذه المؤسسة، تخيلوا معي يعني كيف حيكون شكل هذه المؤسسة. فالطالب لو أنا أخذ مثال مثلا المدرسة، إذا كان الطالب في المدرسة كل يوم المدير يقرر قرار، يأتي نائب المدير يلغي قرار المدير ويأتي بقرار آخر، والمدرس ينفذ سياسة مختلفة عن سياسة المدرسة. يعني شكل المدرسة أنا كوالية أمر ما حأسمح ابني يدرس في هذه المدرسة. نسقط هذا الأمر لو قارنا هذه البيت هي مؤسسة، وهي تعتبر من أهم المؤسسات اللي من خلالها نحن نخرج هؤلاء قادات المستقبل ويخرج الأبناء الأجيال الصاعدة. إذا كان داخل البيت يعني هي من أخطر الأمور إنه الوالدين يمارسوها، إنه الأب يعني يختلف في تربيته أو في نهجه أو في نظرته لتربيته لأبنائه عن الأم. هذا الاختلاف حقيقة يؤدي إلى مشاكل كثيرة جدا. فأنا عندما أريد أن أبني هذا المبنى، أريد أن أسس هذا البيت، لابد أن تكون عندي قواعد اتفق عليها. كيف عايز يكون شكل هذا المبنى؟ كيف يكون لون هذا المبنى؟ يسع لي كم طابق مثلا. بنفس الطريقة أنا أبنائي إذا كان أنا كأم وأب لابد يكون عندنا منهج، نتفق أنا وزوجي على أنه نحن خلاص نتفق على أنه والله أبنائنا يكونوا ملتزمين، نهتم بالجانب الإسلامي، الجانب الروحي، يحفظ القرآن، بالمقابل يركزوا في دراستهم. عندنا في قواعد معينة تعتبر خطوط حمراء في البيت لابد أنه ما في أي طفل يتجاوزها. لا بأس من المرونة تكون مثل شعرة معاوية، يعني إذا الأم شدت في أمور لا ما تكون أمور هي فاصلة، أو ما تكون الأمور اللي تعتبر دستور الأسرة، ما تكون الأمور اللي هي خطوط حمراء. لكن في الأمور السهلة اللي هي أمور الفرعية الممكن نتجاوز فيها. أنا لو تشددت الأب يرخي شوية، يعني حيكون في متنفس للأبناء. لكن القواعد الأساسية دخولنا إلى البيت، حضورنا مثلا ما يكون في تأخر من ساعة معينة، في التزامات معينة، العبادات، الأشياء، هذا المنهج لابد أن يكون اتفاق تام. فهذه بصراحة كانت واحدة من الاستشارات اللي جات عندي أخت تقيم في دولة أوروبية، اتصلت علي تقول لي يا دكتورة أنا أعاني في مشكلة مع زوجي. تقول هي بنتها تشجعها للحجاب وتشجعها لأنه تلتزم، والبنت عندها استعداد. لا الأب يقول لها يعني خليها هي لما زالت صغيرة عمرها 11 سنة وخليها هي بقناعتها. فتقول لي أنا ما عارفة أعمل إيه معاه، يعني كيف أتصرف في هذه الحالة. وحتى يعني للأسف هو ما كان قدوة، يعني حتى الأبناء يقتدوا فيهم، يعني التأخير في الصلوات، أشياء كثيرة جدا. فهذه الأمور بصراحة من أخطر الأمور اللي نحن كأولياء الأمور نحن نرتكبها في تربيتنا لأبنائنا. ويحصل كثير، ويعني ممكن في مواقف كثيرة نحن ممكن من خلال الاستشارات، يعني ممكن حالات كثيرة جدا في مثلا في مسألة الاهتمام بالواجبات الدراسية. تقول الأخت إن الأطفال أبناء يجوا من المدرسة، فبعد ما يرتاحوا تطلب منهم يحلوا الواجبات. لا الأب عايز يقول لها خليهم يناموا، خليهم يرتاحوا. فهذا الأسلوب حقيقة أسلوب خاطئ جدا، ويعتبر من الأشياء الهادمة، يعني بخرج لنا أبناء غير مسؤولين، أبناء يعني لا يحترموا قوانين، أبناء يتساهلوا وفي أمورهم في تعاملهم مع قضاياهم. وسبحان الله ممكن يؤدي هذا النوع يولد مشاعر العداء ما بين
الأبناء والآباء. يعني مثلا إذا كنت أنا أم صارمة، يعني مثلا منضبطة، واجتهد إنه أنا أربي أبنائي على هذا النهج الصحيح، الأب لو كان متصالح الأبناء حيكرهوا الأم، لأنه هي يعني زي ما تقول الشرطي حيصفوها بأنه هي يعني هي اللي متشددة، وأن أمهم ما تفهم. أنه أحيانا بعض الأطفال يقول لي أمي أنت ليش متشددة؟ شفت بنت الجيران أو صاحبتي أمها جدا حنونة وطيبة ومتساهلة. فهذا النوع أولا بينشئ لنا هذا الأسلوب الخاطئ، يعني في موضوع اللي هي فهمنا للقوانين وفهمنا للانضباط، لأن التربية أساسها الانضباط. إذا لم تكن هنالك انضباط حقيقة ونهج واضح ما حيكون في تربية. إذا كانت حتى مؤسسات الحياة العامة لها ضوابطها لها قوانينها، نحن لو خالفنا إشارات المرور، لو خالفنا ارتكبنا بعض الأخطاء نعاقب على هذه الأخطاء، فما بالكم بهذه المؤسسة. يعني حتى ما يكون يعني دافع لأنه الابن يكون ابن مراوغ، ابن لعوب، يعني أحيانا يحاول يجد مخرج لأي شيء عشان يصل لمرحلة أحيانا يكون يعني لا سمح الله ينجرف وراء العصابات، وراء الشلليات، وراء الأشياء اللي هي السبب، لأنه البيت غير منضبط، البيت غير يعني يكون قدوة سيئة بالنسبة للأبناء. وهذا بيؤدي إلى النقطة اللي ذكرناها في الحلقة السابقة اللي هي يؤدي إلى الخلافات. وفعلا بالضبط ده حصل بالضبط مع الأخوة اللي استشارتني، نتيجة لعدم اتفاق الوالدين بدأ الأم والأب كل يوم هم في خناق، كل يوم هم في مشكلة. أنت ما تعرف يعني تخيل الأبناء في هذا المشهد، الأم والأب يتنازعون ويختلفون، هو يقول لا أنت ما تقولي كده أنت، فالابن يعني ينشأ وهو بهذه الحالة من التذبذب، حالة عدم الاستقرار. فيصل مرحلة أحيانا يعني الطفل ممكن يخرج بإذن، وللأسف بتحصل أحيانا هذه الأشياء. أحيانا لاحظت من بعض الأخوات، مش كلهم، بعض الأخوات متساهلة مع أبنائها وتسمح لابنها يعني ببعض الأشياء. ممكن الأب نايم وتسمح لابنها يخرج ويأتي في وقت متأخر، وأحيانا الابن يكون ما صلى وهو نايم، تقول للوالد تقول له لا هو صلى، خليه براحته، هو تعبان، جاء من وقت تعبان. فأحيانا هذه المواقف تأتي من الأم وأحيانا تأتي من الأب. ففي كل الحالتين إذا كانت الأم أو الأب اللي يحاول يعني يتستر على أخطاء أبنائه ويتستر بما أن أنا أحمي ابني، أنا عايزة أكون أمام ابني إن الأم الحنونة، الأم الطيبة، الأم اللي هي عطوفة، يعني ما أشعر إن إلى للمدى البعيد ما هي الآثار المترتبة عليه. ويمكن كثير من الأسر حصل طلاقات، تفكك أسري نتيجة لعدم التفاهم. يعني يقول لك واحد من الأخوة والله أنا عايز ابني يتربى بطريقة معينة وأنا أبني والأم تهدم مثلا. وأحيانا العكس، الأم هي تكون أم مثلا ملتزمة مجتهدة، لكن الأب لا، الأب متساهله، النوع اللي مثلا اللي يسمح بالسهرات، الخرجات، البنت تجي في وقت متأخر من الليل، لا رقيب ولا عتيد ولا حد مسؤول منا أبدا. فهذه القواعد حقيقة يا أخوتي إن إحنا بصراحة يعني لا شعوريا نرتكب هذه الأخطاء وما نعرف إلى أي مدى ممكن تؤثر، ليس فقط التأثير على المستوى الفردي للأسرة، لا، على المستوى المجتمع، وعلى المستوى كقطر وكدولة وكأمة بأكملها. كثير من مثلا يكون الزعماء والمسؤولين والرؤساء تربوا نتيجة لهذا عدم اللي هو الانصياع للقوانين، واللي هي أفعل ما أريد، ويعني ما أراه هو الصحيح وأنا رأيي هو الصح. وأنه يعني هذه النماذج حقيقة للأسف نحن نتحمل مسؤولية تخريج هؤلاء الأبناء. فبالتالي تعتبر هذه من القاعدة الأساسية جدا، من القاعدة الهامة جدا، حتى يكون هذا المبنى مبنى سليم، أن ما يكون مبنى آيل للسقوط. لابد أن أراعي فيها ما هو المنهج الذي أسير عليه، ما هي الطريقة اللي احنا نربي عليها. وهذه التحديات اللي واجهت أولياء الأمور في المهجر،
تحدثنا في حلقات يمكن في برامج مع أخوة عايشين في أوروبا، وكان يعني يمكن أكثر شيء يعاني منه هي تربية الأبناء في المهجر. فكانت من ضمن الأشياء إنه الوالدين أو الأسرة الأم والأب يعني ما في اتفاق بيناتهم، فقد هم جهزوا نفسهم وخرجوا إلى أوروبا، لكن ما كان عندهم رؤية واضحة كيف نربى هؤلاء الأبناء. فبالتالي مجرد ما دخلوا البلاد اللي فيها حرية الإنسان، حرية الفرد، والطفل يفعل ما يريد، وأنت ما عندك سلطة على ابنك، والابن إذا هو يعني حتى لو وصل مرحلة ما عايز يعيش مع الأسرة، من حق الدولة تعينه في هذا الأمر. فيبقى إنه المربط الأساسي يأتي من الأسرة نفسها. إذا كان الأسرة عندها نهج من سن مبكر جدا، من طفل الصغير أنا أستطيع أن أغرس فيه هذه القيم، أغرس فيه قيمه الإسلامية، قيم المجتمع، عاداته، كل هذه الأشياء تبنى من الأساس. فإذا كانت تبنى من الأساس وتعتبر هي قاعدة أساسية، لابد أن نعتبرها هكذا، هي واحدة من الركائز الأساسية. فخاصة هذه يمكن رسالة خاصة للأخوة اللي يعيشوا في دول المهجر وبعيدين عن ثقافتهم وعن مجتمعهم. هذه تعتبر من الأشياء الأساسية اللي نركز عليها. أن تأتي متأخر خير أن لا تأتي. ما فات نحن الآن لا نستطيع أن نرجع، لكن نستطيع أن نصحح المسار، نستطيع أن نستفيد من مثل هذه المواضيع وهذه اللقاءات. ونسأل الله أن إن شاء الله يصلح أبنائنا ويعيننا على تربيتهم. ووصلنا لنهاية حلقتنا في هذه القاعدة اللي هي التوفيق، اللي هي الاتفاق في اللي هي مبادئ يعني تربية الأبناء. إلى أن نلقاكم في القواعد التالية في الحلقات القادمة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.